ازاي ترندر فيديو بالطريقه اللي بيحبها اليوتيوب؟ ناس كتير كانت سالتني ازاي ترندر او تصدر او تعمل اكسبورت الفيديو بالطريقه المظبوطه اللي تتناسب مع شغلنا كصناع محتوى. في البدايه كده لازم اعرفك حاجه مهمه، ما تتعمدش تختار اعلى اعداد في كل حاجه وتتخيل بكده انك هتطلع فيديو ما حصلش، لانك بالشكل ده هتطلع ملف حجمه كبير، هتضيع في وقتك في مجهودك، هتخلي البرنامج اللي انت شغال عليه تقيل، والمونتاج بالنسبه لك هيبقى مرهق جدا، وفي الاخر اليوتيوب هياخد الفيديو هيضغطوا بالطريقة اللي ينفع يظهرها للمشاهدين، وبكده كل الاعدادات العالية اللي انت عملتها ملهاش اي لازمة. وعشان كده لو انت شغال على اليوتيوب لازم تعمل اعدادات بذكاء شديد جدا. انا النهارده هشرح على برنامج البريمير برو وبرنامج الكاب كات. طبعا البريمير برو اكثر احترافيه لكنه باشتراك، واشتراكه شهري وربع سنوي، وطبعا الاشتراك بتاعه غالي جدا. وبرضه هشرح على برنامج الكاب كات وهو مجاني واخف بكتير في الشغل. دلوقتي احنا على واجهه البريمير برو ومعانا الملف ده انا مصوره بجوده 4K. نفترض ان احنا خلصنا كل حاجه عايزين نعملها، قصقصنا الفيديو، ضفنا المؤثرات، عدلنا في الالوان، وخلاص جاهزين ان احنا نرندر الفيديو. مبدئيا كده هنخش على اكسبورت، وهيبقى قدامنا اختيارين، يا اما نرندر على بريمير نفسه وده طبعا اسرع واسهل، يا اما نبعت الملف بتاعنا للميديا انكودر، وده طبعا برنامج من ضمن الباكج بتاعت ادوبي، لكنه بيبقى افضل لو انت هترندر كذا مقطع ورا بعض. فاحنا دلوقتي هو عندنا مقطع واحد بس، فهنبدا نبص على الاعدادات بتاعتنا. عندنا اعدادات كتير جدا لو شفتها هتتخض، لكن احنا كصناع محتوى الاعدادات اللي عايزينها زي ما هقولك كده. اولا الفورمات هنختار H264. عندنا كذا فورمات، لو عايز الصوت لوحده، عايز تعمله بصيغه GIF، ايا كان، لكن اللي يهمنا ان احنا نطلع الفيديو بتاعنا هيكون H264. هنطلع بقى لتاني خانه وهي البريسيت. البريسيت ده اللي هيقول لنا جوده الفيديو هتكون عامله ازاي. انا زي ما قلت لكم المقطع بتاعي عامله في 4K. شوفوا كده لو انا جيت ارندره على 4K هنختار ماتش سورس، يعني يرندروا بنفس الجودة بتاعة الفيديو الأساسي. بص كده على حجم الفيديو، احنا دخلنا في ال 8 جيجا و600 ميجا، يعني عايز شهر عشان يترفع. لكن احنا كصناع محتوى لو انت قاعد قدام الكاميرا بتتكلم، لو بتصور في المطبخ، لو بتصور زيي، لو بتعمل فلوج بسيط، انت مش محتاج اكتر من 1080. 1080 اللي هو فول اتش دي. هننزل هنا في يوتيوب 1080 فول اتش دي، انت مش محتاج اكتر من كده. خلي بالك ان نادرا المشاهد يرفع جودة الفيديو ل 4K، وده طبعا عشان النت. ال 4K بقى ده تختارها لو انت بتعمل مناظر طبيعية، عايز تظهر جمال المنظر، انما غير كده 1080 وزي الفل. طيب هتقولي طب انت ليه ما صورتش ب 1080 من البداية؟ اقول لك ان انا عايز اخد الملف من الكاميرا باعلى اعدادات، ولما اجي ارندر على 1080. بكده الجودة النهائية هتبقى فول اتش دي، لكن الصورة هتبقى نظيفة. بعد كده هننزل على فيديو. الاعدادات دي مش عايزين نعمل فيها اي حاجة، هنضغط على مور. اول اعدادين دول يهمونا جدا، ريندر ات ماكسيمم ديبس، والاعداد التاني يوز ماكسيمم ريندر كواليتي. ده هيطلع لنا افضل جودة من غير ما يرفع الحجم بتاع الفيديو. ننزل بقى تحت الاعدادات دي كلها، احنا مش عايزين نعمل فيها اي حاجة، اللي يهمنا في الاخر هو البيت ريت. في البيت ريت عندنا اختيارين، البيت ريت انكودنج، لو الفيديو بتاعك ما فيهوش حركة كتير ممكن تخليها وان باس، انما لو كان الفيديو بتاعك مليان حركة وتنطيط ومشاهد عمالة بتتغير يمين وشمال، يفضل انك تعملها 2 باس عشان يصحح اي خطأ ممكن يحصل اثناء الريندر. التارجت بيت ريت بقى بتاعنا لو انت الفيديو بتاعك ما فيهوش حركة كتير ممكن تقل بيه لغاية 12 او 10، ما تقلش عن كده، وده طبعا هيقلل من حجم الفيديو بس مش هتحس ان في اي اختلاف في الجودة. انما لو في حركة كتير وتغير كتير في الالوان خليك زي ما انت 16. وطبعا لو الفيديو بتاعك 4K هتلاقي البيت ريت طالع ل 70. في حالة ال 4K ممكن تنزل ل 35 ما تقلش عن كده. بعد كده هتختار اللوكيشن، المكان اللي هتسيف فيه الفيديو، وتكتب اسم الفيديو هنا وتعمل اكسبورت. تاني برنامج معانا هو برنامج الكاب كات، وهو برنامج اخف واسلس بكتير في الشغل بتاعه، واخف بكتير على الجهاز، وطبعا برنامج مجاني تقدر تشتغل عليه بحرية. نفترض ان احنا خلصنا شغل في التايم لاين بتاعنا ومحتاجين نعمل ريندر او اكسبورت. الاعدادات اللي هنختارها، الريزوليوشن هيكون 1080 زي ما قلنا او 4K لو حابب. البيت ريت يفضل انك تخليه دايما هاي، هو هنا مديك 3 اعدادات، يا اما لو يا اما ريكومندد يا اما هاي. يفضل تخليه هاي، وكده كده الملف المساحه بتاعته ما بتبقاش كبيره قوي، يا اما كاستم وتختار البيت ريت اللي انت عاوزه. تالت اعداد هو الكودك، زي ما قلنا هيكون H264، ده اعدادات الفيديو اللي بنرفعها على اليوتيوب.
الفورمات بتاعنا هيكون MP4. الفريم ريت هيكون 30 فريم، ده لو انت الفيديو بتاعك عادي خالص مفيهوش حركة كتير. انما طبعا لو الفيديو مليان حركة وتنطيط يفضل انك تبقى مصور على 60 فريم في الثانية عشان الحركة تبقى اسلس واريح لعين المشاهد، وما بتحتاجش تعمل اي حاجة تاني، ناقص بس انك تختار المكان اللي انت هتسجل فيه الفيديو وتكتب اسم الفيديو وتعمل اكسبورت. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. ما تنساش اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.